اهلا بكم، اهلا بكل اصدقائي على الفيسبوك، اهلا بكل العرب. هنتكلم النهارده عن اجمل ما قيل عن المرأة. المرأة اجمل هدية ربنا انعم عليها للبشر. المرأة فيها من القمر استدارته، ومن البحر عمقه، ومن النجوم لمعانها. عندكم شك في كده؟ جميل، يبقى انتوا كده متفقين معايا. عندها من شعاع الشمس حرارتها، ومن الندى قدراته، ومن الريح تقلباتها وعدم ثباتها. يعني حاجة منتشرة في كل مكان، جميلة، حاجة حوالينا يا جماعة بنحسها. المرأة مخلوق جميل، وبالذات لما تشعر بأنها عاملة زي النبات بترتجف. المرأة زي الأوراق في خفتها، وزي الأغصان في تمايلها، واخدة من الأشجار حنينها لما تقعد تحت منها وتستظلك كده وتتلاقي في ظل حواليك. هي دي المرأة. واخدة من النسيم لطفه ورقته، واخدة من العسل طعمه وشهوه، ومن الذهب شعاعه. هي دي المرأة. جميلة، مخلوق جميل، مخلوق طعم كده. مش لما بتعاكس واحدة ماشية في الشارع تقول لها يا طعم، يعني بتعاكس. ممكن تبقى متجوز وبتعاكس، يعني انت عارف انها مخلوق جميل. شوف واحدة ماشية في الشارع وبتعاكسها، ولما تيجي نقول لك انت بتعاكس ليه، تقبل بان عكس اختك، تبرر كلامك انك تقول الله جميل ويحب الجمال. صح؟ مش هي دي الحجة البلهاء والشماعة اللي بنعلق عليها أخطارنا؟ يا جماعة تعالوا نشوف عظماء الكلمة بيقولوا ايه عن المرأة. على قدر حب المرأة بيكون الكلام. المرأة قد تصفح عن الخيانة لكنها لا تنساها. الست ممكن تسامحك، انما تنسى خيانة الراجل ليها مستحيل. صح ولا غلطان؟ اكيد من جواك تقول صح. استحالة تقول الصحفي ده موافق او الصحفي ده افاض، لان انا بتكلم صح. ناقش نفسك، اقف قدام المراية هتلاقي كلامي صح. عندك شك ان قلب المرأة زي اللؤلؤة بتحتاج لصياد ماهر؟ ليه ما تكونش انت الصياد المحترم اللي يفوز بقلبها؟ سقراط قال عبقرية المرأة بتكمن في قلبها. المرأة لم تخلق لتكون محط إعجاب الرجال جميعا، بل لتكون مصدر لسعادة رجل واحد. وحي الحكيم اللي كتب الكلمة ده. تعال شوف شكسبير قال ايه بقى. شكسبير قال حاجة جميلة قوي، قال عندما تبكي المرأة تتحطم قوة الرجل. كلامه صح. ممكن انت في البيت تبقى عامل راجل وجبروت، واول ما زوجتك تبكي تلاقيك بتضعف في عيني وتطبطب عليها. حتى لو نزلت وانت غضبان هتلاقيك من جواك حاسس انك ظلمتها، لان دي امانه في رقبتك. يا تكون قد الامانه وقد المسؤوليه، يا ترجعها لاصحابها وتقول انا فشلت ومش قد الامانه. وجواك انت بتكبر نفسك. طب ما انت زي ما عندك كبرياء، ما هي برضه الست عندها كبرياء. المرأة يا
جماعة كبيرة إذا سقط قلبها سقطت معه. مين اللي قال كده؟ كاتبنا الكبير أنيس منصور. الرجل لا ينسى أول امرأة أحبها، والمرأة لا تنسى أول رجل خانها. حكيم قال هذا الكلام. أحسن طريقة إنك تجعل امرأة تغير رأيها هو إنك توافق عليه. والله يا جماعة الست طيبة أوي، كلمة قد كده بتوديها وكلمة بتجيبها. طب ليه ما تقولش الكلمة الطيبة دايما على لسانك؟ تكون الكلمة الطيبة دايما على لسانك عشان تخلي البيت سعيد كده. ليه يا جماعة؟ ليه دايما بنصر ان احنا نجري ورا المشاكل؟ ليه ما بنحتويهاش؟ ليه حجتنا دايما الضغوط، مفيش عمل، مفيش فلوس؟ ليه يا جماعة؟ ليه؟ حياة المرأة كتاب ضخم مكتوب على كل صفحة من صفحاته كلمة حب. المرأة يا حضرات زهرة لا يفوح أريجها إلا في الظل. المرأة كالزهرة إذا طلعت من مكانها تتوقف عن الحياة. شكسبير اللي قال الكلام ده. في شاعر اللي هو بشار بن برد على لسان جارية حسناء قال إيه بقى؟ قالت ولا ذنب لي إن كنت جارية، قد خصني بالجمال الخالق الباري، إذا بديت رأيت الناس كلهم يرمون نحوي بأسماع وأبصار، قتلت من كان أمامي بحسرته، وكنا من كان خلفي عند أخباري. والله كلام الشعر ده جميل وكلام رائع وحقيقي. المرأة بتظل في سن ال20 حتى آخر لحظة من حياتها. كلام جميل وصح. المرأة بتفضل شباب طول ما انت بتقول لها كلمة طيبة. في واحد يقول لك ايه ده المرأة اتعلمت من الحية الرقص والغدر وطول اللسان. طب ما انا ارد عليه واقول له مش كلهم. مش هقول لك بقى زي الناس صوابعك مش زي بعضها، انا هقول لك مش كل الستات وحشين، مش كل واحدة حية. واحد تاني يقول لي انا بكلمكم دلوقتي، واحد يرد عليا يقول لي اكيد في واحد من جوته نفسه يقول لي بقى ايه اخر ما يموت في الرجل قلبه وفي المرأة لسانه. صح؟ كلامك غلط طبعا يا جماعة. المرأة ما بتكونش بولدتها، يعني لما بتولد طفل ما هيش دي الام. الام هي اللي بتربي اولادها. صح؟ الام دي هي امي، المرأة دي هي امي وامك واختي واختك وزوجتي وزوجتك. صح ولا غلطان؟ اكيد انت من جواك بتقول صح. قلب المرأة اسرع الانسجة الى الكسر واسرعها الى الالتئام. ده بيؤكد كلامي ان الست طيبة. اول ما تطبطب عليها يا عيني تلاقيها سامحتك واترمت في حضنك. لو جربنا المرأة من كل شيء لكفاها شرف الأمومة والحب اللي ربنا زرعه فيها. أيتها المرأة اذكري، أنا بقول لك أخيرا بقى أنت اذكري أن جمالك حر طليق إلا من قيدين كلاهما أجمل من الآخر، العفاف والشرف. أحييكم وأشكركم لسماعي ولاختلاسي من وقتكم الدقائق البسيطة دي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شاهد نور الدين.